تعالوا اقول لكم على اهم 3 اختبارات موجودين في السوق المصري او في البيئة المصرية بالتحديد. خلينا بنتكلم دلوقتي عن، او خلينا فاكرين ان احنا بنتكلم دلوقتي عن اهم 3 اختبارات، مش كل الاختبارات، عشان ما حدش يجي يقول لي ده في اختبار احسن منه، ده في ماشي. حلو. انا بقول لكم على الاختبارات الاكثر استخداما والاكثر شهرة في مصر، وفي ناس كمان بتستخدمها خارج مصر. المهم، الاختبار الاول معانا. طب ما تيجي ناخد البروم الاول وبعدين نكمل، يلا. بس اسمعوا الفيديو الاخر عشان تشوفوا الاختبارات قد ايه مهمه. يلا. الاختبار الاول، اختبار دكتور احمد ابو حسيبه. دكتور احمد ابو حسيبه له اختبار مشهور جدا، اختبار اللغه المعرب، يعني كان اختبار انجليش او اختبار بلغه تانية غير اللغه العربيه، والدكتور قننه وعربه واتقنن على البيئة المصرية، وبقى يستخدم في مصر بشكل مكثف جدا، وأكثر أو أكثر اختبار بيستخدم من الأخصائيين حتى هذه اللحظة. يبقى الاختبار ده أكثر استخداما. والطفل أو الاختبار ده بيقيس اللغة عند الأطفال، سواء اللغة التعبيرية أو اللغة الاستقبالية، تقريبا من عمر 2 شهر حتى عمر 7 سنوات و5 شهور و29 يوم. فتقريبا بيقيس حتى عمر زمني كويس جدا. معظم الاخصائيين بيستخدموه وبيتشرى، وطبعا موجود منه نسخ على الانترنت، ولكن يستحسن تشتروه. النسخ اللي موجودة طبعا غير اصلية، يستحسن تشتروه من المكان المخصص للشراء بتاعه، حتى يعني ايه، احتراما لدكتور احمد ابو حسيب. حلو جدا 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 جدا. تعالوا نشوف الاختبار اللي بعده. الاختبار التاني معانا وهو اختبار دكتورة نهلة رفاعي، ولكن للأسف الاختبار ده مش مقنن زي اختبار دكتور أحمد أبو حسيب، فبالتالي ملوش يعني نقدر نصححه ونطلع عمر لغوي مكافئ للعمر بتاعه، أو نقارن بين العمر الزمني والعمر اللغوي، لأن هو يدوب بنشوف من خلاله نقاط الضعف اللي عند الطفل، ومن خلالها بنشتغل عليها. فبالتالي اللي عايز يطلع او يعمل حاجه غير مقننه ومن خلالها يطلع نقط الضعف ويشتغل، اوكي، يشتغل بدكتور نهله رفاعي. اما لو عايز حاجه بروفيشنال ومن خلالها تطلع عمر لغوي، سواء في اللغه التعبيريه او في اللغه الاستقباليه، فتستخدم ابو حسيبه لحد العمر اللي احنا قلنا عليه سابقا. الاختبار الثالث معانا، او الاختبارين الثالثين او الثالث والرابع معانا، او خلينا نقول الاختبارات الخاصه بالاستاذه دكتوره داليا مصطفى. طبعا الاستاذ دكتور داليا مصطفى والاستاذ دكتوره داليا مصطفى تحديدا عامله اختبارات مقننه وقويه جدا جدا جدا، لكن للاسف هي غاليه شويه، ولكن الغالي ثمنه فيه. الاختبار بتاع الدكتوره داليا مصطفى انا اسف. الاختبار الاول اسمه ابل تول. ابل تول. خلاص. الابل تول ده او الاختبار الاولاني ده بيشتغل من عمر الولاده وحتى عمر لحد سن 5 سنين او اقل من 5 سنوات. يبقى الاختبار ده الميزه فيه ان هو بيشتغل من عمر الميلاد، وبيشتغل على اللغه الاستقباليه والتعبيريه، والاهم البراجماتيه او براجماتيك، اللغه البراجماتيه. فهو الاختبار ده اللي بيشتغل او بيقيس اللغه البراجماتيه وبيقيس التواصل كمان. فبالتالي اختبار مهم جدا 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 للناس اللي بتحب البروفيشنال او بتحب الحاجات الاحدث. وطبعا الاختبار ده من ناحيه الحداثه فهو احدث او مقنن حديثا، فبالتالي هيبقى ملاصق للبيئة اكتر بكتير من الاختبارات القديمة. دكتورة داليا مصطفى ما سابتش الموضوع لحد سن 5 سنوات، قالت لا، ده انا هعمل حاجة مميزة مش موجودة غير عندي انا بس. وراحت عملت الاختبار من بعد 5 سنين، عملت اختبار بيقيس او بيقيم المهارات بتاعة اللغة الاستقبالية والتعبيرية والبراجماتية من بعد 5 سنوات حتى اقل من 13 سنة. فبالتالي الاختبار الوحيد اللي بيقيس العمر اللغوي حتى سن كبير هو الاختبار ده، وبيقيس اللغه البراجماتيه كمان. والدكتوره داليا مصطفى ما سابتش الموضوع لحد كده، وقالت لك لا، ده انا هديك كمان بروجرام او برنامج زي برنامج اي سي بي، خلاص، والبرنامج الاشهر ممكن تشتغل من خلاله على حاجات كتيره جدا. المهم، يبقى دول اهم اختبارات موجوده في السوق المصري. اللي عايز يشتريهم موجودين في معظم المؤسسات اللي بتبيع الاختبارات،
زي المؤسسه العربيه للاختبارات النفسيه. طبعا الاستاذه الدكتوره داليا مصطفى بتبيع اختباراتها بنفسها، موجوده على البيج بتاعتها او الصفحه بتاعتها على الفيسبوك. وفي طبعا مكتبه الانجلو، وفي ناس معينه بتبيع اختبارات او اختبار دكتور احمد ابو حسيبه. المهم انك حاول تدور على النسخه الاصليه من الاختبار او الاوريجينال بالادوات بتاعتها كامله، عشان حتى يبقى عندك مصداقيه وانت بتعمل الاختبار. حاولوا تشتروا الاختبار على قد ما تقدروا، اي اختبار حاولوا تشتروه، عشان حتى يبقى عندك وانت بتشتغل مع الطفل يبقى عندك نية وصفاء، لان ممكن الشخص يكون اللي عامل او مقنن الاختبار تعبان فيه طبعا وبيبيعه بفلوس والكلام من ده، ممكن يكون داعي على الشخص اللي هيستخدمه استخدام غير قانوني. اتمنى يكون الفيديو او الفكرة بتاعت الفيديو وصلت بشكل كافي واستفدتم منه. ادعموا الفيديو والقناة. اشوفكم في فيديوهات جديدة. سلام.